السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في حوار كارثي حصل. الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مع أكبر إعلامي في مصر الأستاذ عمرو أديب. وللأسف أنا أتعجب لمصلحة من تهييج الرأي العام وعمل خصومة لكل من لا ينتمي للأهلي ضد الأهلي بلا أي سبب وبلا أي مبرر. عنوان حلقتنا النهاردة، وده العنوان العريض والغرض من الحلقة والحوار ومضمونها للرأي العام كالتالي: حوار يدعو للفتنة، حوار يدعو لعداوة الأهلي، حوار تزييف الحقائق، حوار تهييج وحج الدولة والأندية الشعبية لتكون في خصومة وعداوة مع الأهلي. ده العنوان والبنط العريض للحوار اللي حصل على قناة فضائية من 2 كبار، إعلامي كبير جدا ونائب رئيس نادي هو من أكبر الأندية في مصر، وهو السيد هشام نصر. الأغنية والسكريبت اللي داير في الإعلام الزملكاوي واللي لا يتوقف يتسم بالسذاجة لما نبقى في دولة مؤسسات. الكابتن أو الأستاذ عمرو أديب أكبر إعلامي وأغلى إعلامي في مصر بكل سذاجة أو التعمد أن يظهر بهذا الشكل. هي إيه حكاية الأهلي بيجيب فلوسه منين؟ أنت عارف يا عمرو يا أديب كويس الأهلي بيجيب فلوسه منين، والدنيا كلها عارفة إن الأهلي بيجيب فلوسه منين. وقناة الأهلي كابتن عدلي القيعي والمنيسي مليون مرة طلعوا على القناة الفضائية بتاعة الأهلي وقالوا بالتفصيل الممل لكل من تسوي له نفسه أن يظن أو يدعي أو يتحدث بشكل غير لائق عن الأهلي كل الحقائق، واللي هي مش كل الأندية بتقولها ومش كل الناس بتعلنها. وفي دولة، في جهاز مركزي للمحاسبات، في وزارة الشباب والرياضة، فيها لجان منوطة بهذا، خصوصا المؤسسات العملاقة. انت مش بتتكلم على محل بقالة ولا بتتكلم على سوبر ماركت، انت بتتكلم على النادي الأهلي، أكبر مؤسسة في مصر والوطن العربي وأفريقيا. مش معقولة تكون بالسايب. نادي الأهلي يا عمرو يا أديب، واللي سمعتها 100 مرة بس انت عايز تعمل انك ما سمعتهاش. النادي الأهلي أعلن ميزانيته على الرأي العام. النادي الأهلي وكل الأندية الشعبية وغير الشعبية لازم يكون ليها ميزانية أو موازنة بتدرس آخر العام أعضاء الجمعية العمومية في كل الأندية، وأعلنت. لما أنت عارف إن فرق الربح في يوليو 2024 أرباح الكورة من الأهلي 68 مليون جنيه و120 ألف جنيه، ده الصافي بتاع الارباح المعلن اللي ما ينفعش يسترسل، اللي ما ينفعش نفتي فيه، اللي ما ينفعش تقول كلام وخلاص والا. اعلنت ايه اللي دخل وايه اللي خرج. الاهلي محقق ارباح، اذا احنا مؤسسه عملاقه. النادي الاهلي يا استاذ عمرو يا اديب اللي ليه 4 فروع اتبنوا على مدار سنين بشغل مؤسسي احترافي، اجيال بتسلم اجيال، مش اجيال بتضرب في اجيال، مش صور رؤساء عامل في النادي عندكم تتنزل صورته ويداس عليها بالجزم تتكسر. الاهلي ما بيعملش كده. حتى محمود طاهر في اختلافاته اول ما الخطيب كسب انسحب من المشهد. احنا نادي عارف يدار ازاي. النادي الاهلي هو انجح مؤسسه، وانتوا بتسمعوا الكلام ده وبينقطكم وبيموتكم. انتوا بتسمعوا في الاذاعات العربيه والافريقيه والاوروبيه، بتسمعوا ان النادي الاهلي هو كيان مصري عربي بفكر اوروبي موجود في ارض مصريه. عليكم ان تفخروا للاهلي. من تتكلمني في ايه؟ انتوا بتتكلموا على ايه؟ حاجه من الاتنين. لما حد بيكون الكاركتر بتاع كل شخص بيبقى فيه 2، واحد بيبص للي قدامه الناجح، بيحاول بيغير بيجتهد بيشتغل على نفسه عشان يوصل له او على الاقل يكون قريب منه. الوجه الاخر للباد لوزر اللي الاستاذ عمرو اديب كان بيقولها، الباد لوزر، ان انا بدل حاسس فرق امكانيات وفرق سرعات فبلجأ للطريقه الرخيصه السهله اللي هي دايما وابدا المؤامره الكونيه. ودي المهم انا كويس وشمعه منوره، ما بقولش انا عندي اخطاء،
عشان كده عمركم ما بتتقدموا. هو ده الزمالك. انتوا عاملين كوارث في دلوقتي وقبل كده وقبل كده. اغنى اغنياء مصر رجال اعمال زملكاويه، بس ما حدش هيخاطر بفلوسه في نادي غير مستقر، نادي غير منضبط، نادي غير مؤسسي. بتاخدوها كده. واحد تاني يقول لك احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ ايه اللي ضفتوا؟ ايه اللي عملتوه؟ بطولات. كابتن المستشار مرتضى منصور عمل شغل احسن منكم 100 مره، هو احمد ابنه اللي ما لهمش في الكوره وما لهمش في العاب الصالات، عاملين ده نتائج احسن. تتكلم في ايه؟ هو ليه لازم تحط شماعه؟ يقول لك الاهلي والتناقض. الاهلي بيشتغل من سنين، اذا هو عمليه مؤسسيه. احنا لسه بنبدا بناء، مش حاجه يعني، ما عملتش بطولات، بل بالعكس ايام مرتضى منصور كان عامل بطولات احسن منكم. فانا مش فاهم انت بتتكلم في ايه. عليكم ان تلوموا نفسكم، عليكم ان انتوا تخجلوا من نفسكم. اشتغلوا شويه. دوله ايه؟ عايز رئيس دوله يديك انت مليارات عشان تروح تجيب لعيب ملايين، وهو عنده قطاع صحه وقطاع تعليم. هم اولى بهذا الكلام. هذا الرجل لن يفعل ذلك لانه رجل دوله، هو بيدير دوله. دي لعبه ترفيهيه المفروض ان هي تغطي نفسها. بتكلمني على الانديه الشعبيه. كل الانديه الشعبيه اللي خسرت هي انديه فاشله، هي انديه فاشله اداريا، ناس بيروقراطيه ما بتبصش خارج الصندوق، ما بتعرفش تنمي مواردها. اشمعنى الجونه واشمعنى مودرن واشمعنى سيراميكا كليوباترا اللي هي واخدها رجل دوله برضه الاستاذ ابو العينين؟ الانديه دي ما بتخسرش. ما هو لو بيخسروا دي شركات بتاعت انديه، وانديه ناجحه جدا. انديه بتاعت اشخاص. لو هم بيخسروا كانوا قفلوها، انما هم ما بيخسروش. هم عارفين بيعملوا ايه، عشان هم جود مانجمنت، هم اداريا شاطرين. فما تتمسحش في ان الدوله عايز الدوله دي تصرف عليه. انا كدوله اديك عشان تجدد للاعب ب 70 مليون، اديك عشان تجدد لاعب ب 50 مليون؟ يا راجل ده انتوا المدرب عندكم جوميز كان بيجيب للعيبه ميه من جيبه. بسيرو بتاعكم الاوتيل هيطردوا عشان ما بتدفعوش الفلوس، ودي مش اول مره. كان مع فيريرا نفس الكلام، اتطرد من الفندق بسبب ان انتوا ما بتدفعوش فلوس. فانتوا عندكم مشاكل بالجمله. بتقول ان اللعيبه عايزه تروح الاهلي وبتحب الاهلي اكتر ما تروح منتخب مصر. ايه الفتنه دي؟ ايه الاسلوب الرخيص دوت لما تتكلم كده؟ هو المنتخب بتاع مصر او منتخبات مصر هي دي انديه؟ هو منتخب مصر ده نادي؟ الاهلي الناس بتروح له عشان ضامنه فلوسها. الاهلي الناس بتروح له عشان نادي منضبط طول عمره. اسالوا رئيس انبي لما جه يتكلم، اسالوا استاذ ماجد سامي لما جه يتكلم على النادي الاهلي، قال لك من احسن الانديه اللي هي في التعامل منذ زمن طويل، ان هي تعاملاتها بزنس از بزنس. ليك حاجه بتاخدها، عمرهم ما بياكلوا. انتوا واكلين على طوب الارض فلوسه. لعيبه محليه ولعيبه دوليه، مدربين ومساعدين مدربين محطوطين في القائمه السوداء. انتوا والاسماعيلي في اتحاد في الاتحاد الدولي لكره القدم. دي مشاكلكم، ده انتوا مش حد تاني، ما حدش عملها لكم. تاريخ في هذه القضايا. حلوا مشاكلكم. شو ما يتكلم عمرو الجنايني وحضرتك تتكلم وحسين لبيب يتكلم وميدو يتكلم وممدوح عباس يتكلم وابنه ايمن عباس يتكلم، جمهور الزمالك هو اللي المفروض يحاسبكم على الكلام دوت. انا مش عارف هو الاهلي بيجيب فلوس منين. ما هو على طول بيقول لك بيجيب فلوسه منين، وانت مصر تعمل ان انتوا مش سامعين ومش واخدين بالكم. حلوا مشاكلكم. اشرف لكم من الكلام دوت. هتفضلوا لغايه امتى المساكين المجاريح اللي مش لاقيين، اللي مظلومين، اللي الدنيا جايه عليهم، وانتوا اصلا شاحتين من طوب الارض والدوله كلها بتجاملكم؟ لان الزمالك نادي كبير. بتجاملكم مش عشان اشخاصكم، بتجاملكم عشان مش عايزين الكيان ده ينهار. انما لو الدوله رفعت ايديها فعلا عن الزمالك هيبقى في الدرجه ثانيه، بسبب سوء الاداره، بسبب كنتوا، بسبب ابناء الزمالك. انتوا اجدع نادي. بتيجي مجالس الاداره، بيجي المجلس اللي كان منافس ليه يدور على ثغرات قانونيه عشان خاطر يقيله ويقعد هو. الاهلي ماله؟ الاهلي عمل له ايه؟ ما تشوفوا خيبتكم. انتوا بتكرهوا بعض. انتوا نادي لا يحترم بعضه، مش بتاعت الاهلي.
عليكم ان تخجلوا، عليكم ان تدوا تعظيم سلام للاهلي وتعرفوا انتوا فين وهو فين. العالم كله يحترم. هو انتوا مش فالحين تذكروا الاهلي لما تيجوا تمسحوا فيه تقولوا الانديه المصريه الاهلي والزمالك والمنتخب ملهوش دعوه؟ منتخب مصر دي بلدنا. ما تعملوش فتنه بين الانديه وبين الاهلي وبين المنتخب وبين الاهلي، لان الاهلي ده جزء اصيل من مصر. لما يكون عندي ابن ناجح شاطر ما ينفعش ان انا احاربه عشان اكسره وادور على الفاشل اللي رايح في 60 داهيه، اللي جايب لي الكلام، اللي واقع واطبله عشان اكبره. مش من العدل. انفير انفير يا استاذ عمرو، يا اللي بتتكلم دايما عن الحق والمنطق. ليس هذا من المنطق، وليس هذا من العدل، وليس هذا من الشرف. عندما تحدثون عن الاهلي يجب ان تتحدثوا باحترام، لانها الحقيقه. الحقيقه والتاريخ بيقول كده. انما انتوا في عالم تاني، عالم موازي عن تعمد، عشان ضعفكم وفشلكم مش مخليكم تقدروا توصلوا لنادي بقيمه وحجم ومقدار النادي الاهلي. شكرا والسلام عليكم.